إلهي بيسعد لي هالصباح. مالي بالعادة أطلع أحكي بهاي الأمور، بس طال الحوار. أول شي أنتو بتعرفوا إنه أنا بحياتي ما فتت بأي حديث أو أي موضوع فيه إثارة جدل، لأنه أنا حدا موسيقي وبعمل موسيقى. بس طال الموضوع، رجاء ما حدا يربط نجاحي وأنا كشامي بأي حدا تاني، لأن كان تيك توكر، ولأن كان يوتيوبر، ولأن كان انفلونسر، ولأن كان حماد بلبن، ولأن كان أيا كان، لأنه هذا اجتهاد شخصي وهذا تعبي. مع كل الاحترام لجميع الأطراف والأطياف والمؤسسات والكيانات والأحزاب والشركات وشو ما بدكم، بس لما أنا كنت عم بستخدم المايك أنت كنت مفكره ما كنت حلاقة. حب وحنان. بعتذر إنه أنا عم بطلع أحكي بهذا الموضوع حاليا. أنا جد آسف لأنه بعدت عن الشيء اللي متعود دايما أطلع أحكي لكم فيه، بس شوي ضايقني الموضوع. بفتح الفيسبوك بشوف اشياء شوي بعيدة عن أنا شو بعمل، يعني عم شوف كلام بغير حق، وعم شوف أشخاص على التيك توك أو هون أو هون عم يستخدموا اسمي بطريقة غلط، أو عم يستخدموا معرفتي بطريقة غلط. وهذا الشيء أنا غير مسؤول عنه. الحمد لله بحياتي ما عملت شيء أو حكيت شيء أو غنيت شيء بجيب العار لإلي أو لعائلتي أو لمحيطي أو لبلدي. طول عمري ضمن الأصول ومنكم وفيكم وإلكم، فماني شايف مبرر لأي كلام ممكن ينقال عني أو أي شيء ممكن ينحكى عني. حب وحنان. ويا تقبشوني خلينا باللي جاي. يا ليلو يا العين كتير قربت، وقريبا في شي بلبنان كتير حلو، ومشان الشي اللي حكيته أي شي ممكن تشوفوه بالعالم عني حتى لو كان خاطئ ما تستخدموا أي طريقة غلط للدفاع عني. اكتبوا لهم حب وحنان، حيغيظوا الموضوع أكتر. أساسا الإغاظة كلياتها عم تجي، كل هالتوتر والستريس اللي عم بيعانوا منه لأنه شايفين في محبة الحمد لله غير مسبوقة لإلي، وعندي نوعية جمهور شرس جدا وبيحبني جدا، وأنا كتير بحبكم. حب وحنان. فشو بنستنتج؟ ما حدا له فضل علينا بالعالم، ولا حدا بالعالم. هاد تعبنا. الزبدة أنا كتير مشتاق لكم، وأنا آسف. بعرف انتم معصبين لأنه أنا ما عم بتواجد، بس أنا بشتغل لكم تراكات، عم بشتغل لكم حفلات، عم بشتغل لكم أمور لزوزة. بس أنا حاعمل حركة كتير حلوة، إنه حفتح جروب فوت نحكي كلياتنا سوا، ويمكن نسرب لكم جوا. يلا.